السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل النهارده اكله مع بعضينا سهله جدا اقتصاديه طعمها روعه. بجد هتعجبك قوي. تعالي معايا شوف الطريقه. تعالوا بقى على المقادير. اول حاجه هنتي. تمام. معايا الكبه. هبدا لو بصوا دول 3 بصلات زي ما انتوا شايفاهم بحجم صغنن. انت ممكن تجيبي حبه بصل واحده بس كبيره. ومعايا هنا قرنين من الفلفل. وكل حاجه هضربها لوحديها، انا عايزه افرمها ناعم خالص. هفرم دول الاول وبعد كده هاخد قرنين الفلفل اللي انتوا شايفينه ده واضربهم برضو في الكبة وانعمهم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وما تنسوش ندعي لاخواتنا في فلسطين. آه تمام. هبدأ بقى اضيف قرنين الفلفل وهعمل نفس النظام. الطريقة دي طريقة سهلة واقتصادية جدا طعمها حلو قوي. معايا هنا بقى صدر الفرخة اللي انتوا شايفينه ده، طبعا ممكن تزودي الكمية ممكن تنقصي الكمية حسب عدد افراد اسرتك. هنا انا كان معايا صدر. هبدأ بقى احطه في الكبة وافرمه واخليه ناعم خالص. بجد يا جماعة لو عملتوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. بعد ما هنا فرمتها خالص ونعمتها على الكبة هبدأ اضيفها بقى في البولة بتاعتها. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان الوصفات دي بتبقى حلوة قوي للاطفال، يعني انا كمان بعمل الحاجات دي لانها ولادي بيحبوها قوي. يعني ممكن لو هعمل معايا هنا بصوا معلقة توم بودر معلقة بصل بودر. آه معايا مكعب دجاج وده اختياري لو حابة تحطيه عادي، ومعايا ملح. وهضيف 3 معلقات من البقسماط الناعم. وهبدأ اضرب ده كله تاني في الكب. فالوصفات دي بتبقى حلوة جدا للأطفال. يعني لو عندك طفل مثلا بيغلبك مثلا في أكل اللحوم، أكل الفراخ، بتعملي بقى الوصفات دي بتسهل عليكي وبتبقى مشجعة عليهم يعني. هنا بقى حطيت البصل والفلفل وهضيف عليه اللي انا حطيته ده، وابقى احطي رشة بيكنج باودر لان انا حطيتها في الاخر، انا كنت ناسياها فحطيتها في الاخر. هنا ضربتها في الكبة تمام نعمتها خالص وهبدأ اضيف رشة البيكنج باودر اللي انا قلتلك عليها. وهبدأ ادعك ده كله ده بقى ببعضيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى انا لميتها كلها مع بعضيها ودعكتها كويس. هبدأ بقى اضيف سنة زيت في الصينية اللي انا هشتغل فيها علشان ما تلزقش معايا. طب انا ليه حطيت بيكنج باودر؟ لان البيكنج باودر بينفشها بيخليها ما تبقاش كبسه، فاهمه؟ فالبيكنج باودر يعني بيخليها حلوه قوي. بصي بقى انا ممكن تشكلي زي الكفته، ممكن تعمليها دوائر زي انا عاملاها، ممكن تعمليها مثلثات زي ما انت حابه. بس انا عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخر حته كانت فاضله عملتها صوابع زي الكفته كده. بصراحه ما خدتش معايا وقت، يعني الاحسن انك تشكليها زي الكفته، بصراحه ما بتاخدش وقت خالص. ودي كانت كل الكميه اللي انتوا شايفينها. هبدا هنا حطيت معلقه زبده على معلقه زيت وهبدا بقى احمرها. لو عايزه تحطي زيت عادي، بس انا شايفه ان الزبده بتديها طعم يا جماعه حلو قوي. وزي ما قلت لك البقسماط حابه ان انت مثلا تكتريه كتريه عادي. يعني انت لو عندك مثلا انا عملت بالصدر ده زي ما الكميه اللي انت شايفاها، ممكن تزودي انت بقسماط وتطلعي ضعف الكميه دي عادي تزوديها يعني دي براحتك يعني. انا حمرتها هنا هيتي تمام. هحمر كل الكميه بالطريقه دي زي ما انتوا شايفينها. وهبدأ بقى هنا تمام انا كنت خلصتها. هبدأ بقى هنا اعمل الصلصة. انا هنا حطيت الطماطم وحطيت بصل، بصلية كبيرة وقرنين توم، فصين توم، وحطيتهم على النار السلاو. تمام. وبعد ما السلقوا ضربتهم في الخلاط. معايا هنا بقى الطاسة اللي انا كنت محمرة فيها، عملت فيها فصين توم دقيتهم، توم مفروم على الكبة في الهون زي ما انت حابه. طبعا انا قلت لك ان انا حاطه فيها سمن بلدي فما حبيتش ان انا اعمل يعني بزيت او بحاجه تانية. عملت مكان ما انا كنت عامله الفراخ. هبدا بقى اضيف الصلصه بتاعتي. يبقى الطماطم بتحطي الطماطم على بصلتين كبار على فصان توم على كوبايتين ميه وتسيبيهم على النار يستووا. وبعد كده بتحمري لها التومه وتروحي ضايفه الصلصه اللي انتي سلقتيها وضربتيها في الخلاط او في الكب.
هنا كنت طبعا سلقه المكرونه زي ما انت شايفاها. انا ما حبيتش اعمل كل حاجه علشان ما اطولش في الفيديو. طبعا سلق المكرونه احنا عارفينه، والحاجات دي احنا عارفينها سهله جدا، فعشان كده انا ما حبيتش اطول في الفيديو خلاص، يعني تطلعي في الفيديو مستفيده ومن غير ما نطول في الفيديو، فاهم عليا كده. انا كنت خلصت. شايفين بقى الطبق الحلو ده؟ التليفون كنا كان مقلوب، انا اتفاجئت بالصوره فعلا. التليفون هنا كان مقلوب، معلش. ادي بقى المكرونه اهي، بجد المكرونه بالطريقه دي حلوه جدا. وصدر الفرخه شايفه رامي معايا كميه حلوه قوي. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم. شايفين من قلبها هشه وعامله ازاي؟ بجد يا جماعه حلوه قوي، جربوها. وتنسونيش في اللايك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.